أهلًا بيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير. النهارده بقى قررت إن أنا ما أطبخش خالص وآكل جبنة وبطيخ. يا سلام على اللذاذة! حتة بطيخة بقى عسل نحل، بجد، بجد فيها كمية عسل يعني ما شُفتهوش في أي بطيخة تانية. بجد يعني أنا كنت سعيدة أوي بيها، طعمها لذيذ جدًا، جدًا. المهم قطّعتها ودخّلتها التلاجة تتلج شوية كده، وبعدين اتغدينا وكانت غدوة لذيذة. بس هاحكي لكم بقى على قصة الكفاح البطيخة الجميلة ديّة. أنا اتصلت بجوزي قُلت له قررت إن أنا مش هاطبخ خالص ولا أدخل المطبخ، وجيب لنا بطيخة. قال لي: "بس كده، حاضر." جاب البطيخة يا عيني وطلع بيها سلالم. المهم غسلتها والراجل قال له: "عايز تعرف البطيخة حمرا من جوّه ومرمّلة إزاي جيبها مزلّطة كده وجزء أخضر والجزء التاني مصفِر كده." ودي اللي هتلاقيها إيه، مسكّرة ومرمّلة وفيها كل العسل اللي أنت تحبّه. المهم نقّى واحدة جوزي وراح إيه، واخدها يا عيني وشايلها على كتفه وطالع بيها سلالم، والله بجد كان صعبان عليّا. المهم إيه، ربنا يقوّيه يعني. المهم خدتها غسلتها ومسحتها وجِبت السكينة عشان أشُقّها. وأنا باشُقّها كل ما أشُق ألاقي مَيّة بتنزل منها، كل ما أشُق فيها ألاقي مَيّة بتنزل. إيه الكلام، إيه اللي بيحصل ده؟ هو أنا ما باجيبش بطيخ والّا ما إحنا بنجيب بطيخ، بس إيه المَيّة الكتير ديّة؟ غرّقت لي الرخامة، بجد يعني مش عارفة في إيه. المهم وأنا إيه، قُلت أكمّل تقطيع وأنا باقطّعها كده وعينِك ما تشوف إلا النور. أول ما فتحتها لقيتها ضاربة من جوّه. قُلت يا دي البخت اللي ما يعلم بيه إلا ربنا، حتى في البطيخة. المهم ناديت جوزي قُلت له: "تعالَ يا حبيب قلبي شوف مجايبك." قال لي: "إيه اللي حصل؟" قُلت له: "البطيخة طلعت ضاربة." قال لي: "يا لهوي لسه هانزل تاني." حطيتها له في كيسة وطلع يجري عند الفكهاني وراح مغيّرها. بجد، بجد عطا له أحلى بطيخة عنده. عطا له بطيخة جميلة جدًا. أخدتها طبعًا ورُحت غسلاها. بُصّوا شايفين البطيخة مرمّلة وطعمها لذيذ جدًا، عسل نحل، عسل نحل يا أخواتي. المهم بقى غسلتها ومسحتها ورُحت إيه، شايلة البذور اللي جوّه ديّة. وبُصّوا أنا جابها برضه يا عيني يعني جزء أخضر وجزء أصفر، عشان يتأكد إن هي مرمّلة من جوّه، زي ما الراجل قال له برضه. وهو جوزي اللي اختارها برضه، بس قال له: "مش هاخدها إلا لمّا تشُقّها عشان لو طلعت برضه ضاربة هتجيب لي واحدة تانية." بُصّوا طعمها لذيذ جدًا. بُصّوا الحمار اللي فيها حاجة يعني تحفة. المهم رُحت واخداها بقى ومقطّعاها و طبعًا لازم أحطها في التلاجة علشان خاطر ياكلوها طبعًا متلجة، مش هياكلوها كده يعني. يعني هي كانت سخنة شوية من عند الراجل، طبعًا بيبقوا حاطينها طول النهار في الشمس و وطبعًا ما تتاكلش كده. المهم رُحت مقطّعاها ومدخّلاها بقى إيه، التلاجة كده إيه تبرد شوية. قُلت عقبال ما أروح أعمل الجبنة الجبنة القديمة، أقطّع بقى الطماطم وكده. قطّعت بقى الطماطم والجبنة وحطيت عليها آمم حطيت عليها طحينة وجهّزت لهم كل حاجة. بُصّوا هنا عيالي مع لمّا بييجوا ياكلوا جبنة بطماطم مع البطيخ لازم ياكلوها كده يعني. أقطّعها لهم كده، أشُقّها لهم كده وياكلوها. ما بيحبوش ياكلوها مكعبات وشوكة وكده. لأ، لمّا بيبقوا قاعدين قدّام التلفزيون يتفرّجوا على الأفلام أو كده، بادّي يعني كل واحد طبق كده، باقطّعها مكعبات وكل واحد طبق وشوكة وبياكلوها كده. لكن مع الجبنة القديمة بالذات لازم بيبقى في طقوس كده، كل واحد يمسك الشقة بتاعته كده ويقعد ياكل فيها يستمتع. يغمسوا الجبنة وبيستمتعوا بالبطيخة. تبقى يعني أكلة جميلة أوي. والواحد قال بقى يجيب بطيخة وجبنة قديمة عشان يوفّر، والله ما فيها توفير. يعني ما فيهاش توفير خالص. حسن زي الحاج حسن،
بالضبط كده. بُصّوا كانت طعمها جميل أوي، وكان شكلها جميل أوي، وعجبتني أوي. يالّا بقى كل واحد متضايق من الطبيخ يروح يجيب له بطيخة، بس قبل ما يجيبها لازم يشُقّها عند الراجل عشان ما تطلعش ضاربة زي اللي أنا جِبتها. بُصّوا جميلة إزاي، بجد، بجد طعمها كان جميل جدًا. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطّوا اللايك وتشيّروا الفيديو في كل مكان. سلام عليكم.